سلام، كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في مطبخ خديجه مكي في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الطريقه ديال التحضير ديال البيبوش اولا الحلزون بجميع المراحل ديالها، مع واحد الاعشاب اللي كتعطيها مذاق رائع. ندوزو على بركه الله المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه كناخذوا واحد الكميه ديال الحلزون اولا البيبوش. بعد ما كنشريوه ضروري كنجيبوه للدار وكنصوموه تقريبا واحد اليومين اللي كنديروا له النخاله، وكنخليوه صايم ديك اليومين كامله حتى كيطلق ديك الحجيرات ديالو ويطلق اي حاجه ما زويناش كيطلقها. من بعد اللي كنغسلوه تقريبا اكثر من 7 ديال المرات ديال الغسلات. ضروري تغسلوه مزيان حتى كيرجع لكم ديك الماء اللي كيولي ابيض وصافي، يعني ديك الكوكياجه ديالو كتغسل مزيان، هو كيتغسل يعني كيطلق ديك الماده اللزيجه ديالو، يعني ضروري تغسلوه مزيان. من بعد ما انا هنايا راني غسلته تقريبا اكثر قلت لكم من 7 ديال المرات، كنخليه هكا على جنب حتى كيستقطر تماما، وكنتاكد ان ما بقاش فيه ديك الماء بزاف. يعني ضروري كديروه هكا في هذا الكسكاس، ولا كديروه في واحد الشبيكه اللي كتكون هكا كتستقطر ويخرج منه ديك الماء كامل. بالنسبه للطريقه كناخذوا هنا الاعشاب اللي غادي نطيبوا مع هذا البيبوش اللي كنحتاجوا لها. واحد العويد هكا اللي كيكون ما كبير ما صغير ديال عرق السوس، مع واحد العريشات ديال اوراق سيدنا موسى، قشور ديال الرمان، كي ممكن تضيفوا حتى قشور ديال الحامض، قشور ديال البرتقال. يعني هاد الاعشاب يعني كتبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم. انا هنا عندي شويه ديال فليو ما كثرتش بزاف، يعني غير معلقه صغيره، وشويه ديال ازير لان غادي نستعملو اطري. وبطبيعه الحال كنكثروا شويه ديال الزعتر، يعني درت هنايا واحد الكميه كبيره، يعني درت معلقه كبيره. درت هنا واحد العريش هكا طري، يعني خديته من الجريده يعني ديال ازير. من بعد درت هنايا واحد 2 عريشات اولا 2 وريقات ديال السلميه. هنايا عندي واحد العريش ديال عطيرشه. يعني تيقوني هاد الاعشاب كتعطيها مذاق رائع للبيبوش ديالكم. هنا عريش ديال النعناع. وهنا درت واحد 2 عريشات هكا ديال مانتا، كتعطيها حتى هي مذاق زوين. واخيرا كنديروا 2 وريقات حتى هي ولا عريش هكا ولا 2 عريشات ديال مرد الدوش. يعني هادو الاعشاب كاملين انا عندي متوفرين. الا ما عندكمش نتوما هاد الاعشاب هذا، كتمشيو عند العشاب وكتطلبوا منه يجمع لكم ديك الاعشاب كامله ديال البيبوش. يعني هو كيجمع لكم اي حاجه كتخص هاد الوجبه هذه اولا هاد الوصفه هذه. انا هنا عندي كلشي متوفر في المنزل ديالي. كي ممكن نتوما تزيدوا هذاك حبيبات ديال الحار اللي كيكونوا هكاك منشفين حمر ديك الصغيورين ميبسين. انا هنايا حيدت الحار على حساب الوليدات الصغار، راكم عارفين ما كيبغيوش الحار. من بعد كناخذ واحد المنيدل هكا ولا واحد الطريف هكا ديال حياتي، وكنديروا الاعشاب كامله فيها باش ما نديروهمش مع الطياب، باش ملي كنجيو نشربوا ديك المريقه ما كنلقاوش فيها ديك. حنا كنشربوها وحنا كنحيدوا ديك الزعتر ونحيدوا ديك الاعشاب. يعني ملي كنديروهم هكا فهاد الصريره هكا ديال الاعشاب ديال المنيدل هكا ولا زويف ديال حياتي، يعني كتجينا ديك المريقه اللي كتكون صافيه. انا هنا كنحاول نجمع ديك الصريره كامله، كنحاول ما امكن نشدها مزيان. كي ممكن نتوما هكا تاخذوا شي خويط ديال المطبخ وتشدوها مزيان. انا هنايا اكتفيت غير بها نفسها، شديتها وزيرتها مزيان وخليتها هكا. غادي نحتفظ بها على جنب، يعني غادي نخليها حتى نحتاجها، وديك الساعات غادي نديرها مع المريق والبيبوش. بالنسبه للطريقه انا خديت طنجره ولا كوكوط ولا اي حاجه عندكم متوفره اللي سخنت فيها الماء. ضروري انا من هذه المرحله كنسخن فيها الماء. يعني من الاحسن ديك الحلزون راه هو كيكون عنده روح، يعني ما نقتلوش يعني الماء بارد ونديروه فوق البوطه ويبقى هكا كيموت بشويه بشويه. انا فضلت هكا الماء سخون باش كيموت دفعه واحده. وكنسميو الله بطبيعه الحال بسم الله الله اكبر، وكنديرو هكا في ديك الكوكوط اللي كتكون راها الماء ديالو سخون. وكما كتشوفوا هنايا راه كيطلق واحد الكشكوشه لان الماء سخون. ضروري غادي يطلق لنا واحد ديك الماده اللزيجه، ضروري كتطلق لنا ملي كيكون كيطيب. انا هنا درته فوق البوطه، وكما كتشوفوا هذه هي ديك الكشكوشه اللي كيطلق لنا. هاد الكشكوشه راه ما زويناش، ضروري كنحيدوها.
وانا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كي ملي كنبغي نحيد هاد الكشكوشه. اول حاجه كنحيد هاد الكشكوشه، ومره الثانيه كنولي ندير كوكوط وحده اخرى ولا طنجره وحده اخرى على ديك ديال الكسكس، وكندير ماء جديد وكنخليه حتى هو عاوتاني كيغلي، بحال اللي كنعاود له جوج تطيبات في دقه واحده، يعني كنعاود له الماء جوج مرات. كما كتشوفوا هي طلعت ديك الغليه، وانا كنحيد ديك الكشكوشه اللي ما كتكونش زوينه وما كتعطيناش واحد المذاق زوين في المرق ديال البيبوش. كنبقى كنستمر هكا حتى كنحيد ديك الكشكوشه كامله. وكما غادي تشوفوا معايا انا هنايا راه بدلت الكوكوط ودرتها في طنجره هذيك ديال الكسكسو اللي كنطيبوا فيها السكسو، ودرت ماء جديد ودرت هكا خليته حتى هكا بدا كيسخن، ودرتو يعني بحال اللي تغسل ليه جوج مرات. وهنا فين غادي نبقى ندير ديك الكميميسه ديال الاعشاب المنسمه، ومن بعد غادي نبقى ندير التوابل اللي غادي نشارك معكم. اول حاجه كنديروا الملح، معلقه كبيره ديال الملح، والملح بطبيعه الحال كيبقى على حسب الذوق، ممكن تنقصوا وممكن تزيدوا. من بعد كندير في التوابل، راه ما كنديرش شي توابل كثيره لان غير الاعشاب تبارك الله راه كيعطيوهم مذاق رائع. درت هنا الملح، وغادي ندير هي راس معلقه كما كتشوفوا هكا ديال الكمون. ومن بعد غادي كي ممكن نتوما تعوضوا هذا الكمون حبوب، راه كنديروه حبوب يعني عند العطار راه كيعطيكم مع ديك الاعشاب راه كيعطيكم معاه الكمون حبوب، مع واحد المعلقه كبيره ديال السكينجبير. كي ممكن تعوضوها بسكينجبير هكا كطري، يعني تلوحوه مع ديك الكميميسه، يعني ديما ديروا اللي متوفر عندكم. هنا كنبقى نخلط مزيان هذاك التوابل اللي درنا وديك البيبوش، يعني ونخليوه هكا كيدخل مع ديك المريقه وكتدخل مع ديك التوابل والعطريه ان شاء الله غادي تدخل مع البيبوش ديالنا. وكنبقاو كنحركو مزيان حتى كيبقى طلع فيه ديك الغليه. وهنا انا ما كنسدش عليه بالكوكوط ولا نخليه الصفاره، كنخليه عادي كيطيب. كندير غير ديك الغطايه العاديه هكا النص، لان كيولي عاوتاني كيدير لنا واحد الكشكوشه، وحنا الا غطيتيه راه غادي تخرج ديك الكشكوشه وغادي يبقى يخرج لكم من الجوانب ديالو. خليوه غير هكا وراه كيطيب. هنا كما كتشوفوا ها هي ديك المريقه راه بدات كتطلق لنا ديك الرزيمه ديال الاعشاب، راه بدات كتطلق لنا في المريقه وتبدل اللون ديال البيبوش ديالنا كما كتشوفوا. وكنبقى كنستمر هكا هو كيطيب وانا كنحرك فيه مزيان حتى كتبقى تشوفوا ديك المريقه كما قلت لكم ها هي اللون ديالها كيتبدل. وتيقوني راه كتعطيها واحد الرائحه المنزل ديالكم ديال ديك الاعشاب المنسمه، بالخصوص ملي كتكون هكا طريه ديال الجريده ديالكم ولا ديال هكا شي محبقات عندكم. هنا كما كتشوفوا ها هو طابلي خليته يطيب. كما شفتوا راني كان عندي الماء كثير، ها هو ما بقاليش بزاف ديال المرق، يعني تاكدت ان البيبوشه راها طايبه. وكما كتشوفوا ها هو طاب، وغادي نخليه هكا على جنب وغادي نقدمه في واحد الطبق ديال التقديم. وكما كتعرفوا حنا كنقدموه في زليفات، كي ممكن تقسموا الزليفات ديالكم، اما ديروا زلافه فيها غير البيبوش بوحدو وزليفه كديروا فيها المرق. انا هنايا درت زليفه فيها كل شيء، فيها البيبوش فيها المرق، وكيبقى لكم نتوما الاختيار في الطريقه ديال التقديم ديالكم. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم الطريقه ديالي، راه كيجا واحد البيبوش اللي رائع، والمذاق ديالو ديك المريقه جات خاطره وزوينه، والمذاق ديالها بنينه. كما شفتوا راه المرق نقص بزاف، هنا فين كتعرفوا ديك المرق راه خاطر وطايب لنا البيبوش. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء والحباب ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول له مرحبا والف مرحبا، فعل زر الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد ديالي. وشكرا على المتابعه وعلى المشاهده الكامله. وشكرا على الدعم ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.